واخيرا عملت لكم سندوتشات الجمبري الكريسبي اللي طلبتوها مني كتير. بحب اغسل الجمبري بشوية من الخل علشان بيضيع الزفارة، وبحب استخدم الخل من جاردينو لانه طبيعي 100%. وبعد كده بغسله بالمية وبرجع اضيفله البهارات اللي هكتبها لكم تحت الفيديو، مع شوية من المستردة وشوية من الباربيكيو صوص من جاردينو بيديله طعم تحفة. جاردينو شركة مصرية 100%، بقالها 11 سنة في السوق. ما تنسوش تحطوا عصير الليمون وكمان تقلبوا التتبيلة كويس. تجهزوا بولة فيها دقيق على نشا وبهارات، وبعد كده تاخدوا منها حبة في بولة تانية وتزودوا عليها المية مع التقليب لحد ما الخليط يبقى ليكويد معاكم. تقدروا تعفروا بقى واحدة واحدة من الجمبري في الخليط السائل وبعدين في الدقيق والنشا وعلى الزيت. بس الطريقة دي أسهل كتير، انكم تحطوا الخليط السائل اللي عملناه على الجمبري كله وتقلبوه، بعد كده تاخدوا منه حبة في علبة فيها الدقيق والنشا والبهارات وتعفروه كده مرة واحدة، هتعملوا كمية أكبر في وقت أقل. وتسيبوه في الزيت، ما تقلبوهوش كتير عشان ما يتفتفتش لحد ما ياخد لون ذهبي حلو ويبقى مقرمش. استخدموا العيش الباجيت لأنه هيستحمل الصوصات اللي هنحطها. تعالوا بقى البطل الوصفة، صوصات جاردينو. صوص الجبنة الخطير، المايونيز ليه تيست تاني يا جماعة كده عندهم مع البصل الأخضر. أما الرانش فأنا مش هتكلم عنه، انتوا لازم تجربوه بنفسكم. والكاتشب الحار أنا بموت فيه. جربوا الصوصات وجربوا الوصفة وقولوا لي رأيكم، وبس كده.